هل ليلى عبد اللطيف من أولياء الله الصالحين اللي اختصهم ربنا سبحانه وتعالى ببعض الكرامات؟ عايزة إجابة. أنا بعد دي كرامة من عند ربنا، هدية من عند ربنا، من لما كان عمري 12 سنة، يلي أنا ما بفهم لا كنت بالمخططات ولا مخابرات ولا مصنية. أنا من لما كان عمري 12 13 سنة، وفي شهود بمنطقة زقلبلاط محل ما كنت أنا عايشة في بيروت بيعرفوا قصتي. ولما عشت في السعودية مع جوزي بيعرفوا قصتي. يعني القصة إجت من أنا وصغيرة. دي أنا بعدها كرامة من عند رب العالمين. ياه. أتمنى. ممكن أسألك سؤال؟ حضرتك عديت ال50؟ كتير؟ لا. 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 طيب لسه في أوائل 50. طيب 20 سنة أنا حاطة. أيوة، بس يعني صحتي وحياتي ما بتقولش كده. اللي عند الله مش عند حدا. طبعا. هيدا دليل، هذا إلهام. وجايز بتزوجي يكون أولادك وجايز يكون. وبتشوفي أولادك. أتمنى. 3. يا رب. وخليه عندك، بس في توقع حقوله حاطك الورق. في توقع على القفا. ده اللي في الظهر ده؟ حقوله يلا. حديك الورق. يلا. ده ايه عن ايه التوقع التاني؟ لا التوقع لك انا اذا بدي اقعد انا وانت بالتوقعات في اشياء اكيد بدها تصدمك، بس ما البيوت اسرار والناس اسرار، وانت عم تقولي كل حاجه مفتوحه، بس انا الشيء بيني وبينك ما بحياتي حكيت قدام حدا قدام الناس، يعني حتى مع الاعلاميين او كذا. انا ما عنديش حاجه اخجل منها في حياتي ابدا.